هنعمل وصفة دونات حلوة جدا. يلا نروح على الفيديو. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، هضيف عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهضيف كمان معلقة من البيكنج باودر صغيرة، وهضيف ربع كوباية من السكر، وهضيف كمان دلوقتي بقى قبل ما اضيف اي حاجة عليهم هنقلب المواد الجافة كويس مع بعض، وبعدين هنزل ببيضة بحرارة المطبخ، هقلبها كده شوية، وهنزل عليها بمعلقة من الفانيليا السايلة او السكر عادي. تمام. هجيب بقى كوباية من الحليب الدافي، هنزل كده عليهم، وهبدأ بقى اقلبهم كويس لغاية كده ما العجينة بتاعتي ايه، اشوف بقى هي محتاجة حليب قد ايه. تمام. قلبتها كده اهو كويس جدا. هنقلب بقى شوية كمان، هجيب بقى كده كوباية تانية ضفت نصها من الحليب، وقعدت بقى كده اعجن العجينة بتاعتي. طبعا هتعجني العجينة تشوفي بقى محتاجة تاني ولا لا، بس هي كده مش محتاجة. يعني العجينة بتاعتي كلها اخدت تقريبا كوباية ونص من الحليب. تمام. هنعجنها بقى كويس طبعا لمدة 10 دقايق. اخر حاجة بقى بجيب معلقة كده من السمنة او الزبدة، وافضل الم بيها العجينة لغاية اما تبقى معايا العجينة كده ناعمة وملساء وحلوة جدا. تمام. طبعا هتقلبيها كويس، لازم السمنة او الزبدة تدخل جوه العجينة كويس جدا. شايفين ملساء ازاي وناعمة؟ هركنها بقى كده مغطيها بالاسترتش راب لغاية مدة ساعة. بعد ساعة ده شكلها. هطلعها بقى دلوقتي من البولة، هضيف بقى حبة دقيق من تحت كده ومن فوق. تمام. وهبدأ بقى دلوقتي افردها شوية كده بايدي، بحيث طبعا هي العجينة بتاعتي فلافي خالص وطرية. هجيب بقى النشابة وهبدأ كده افردها بالنشابة. تمام. طبعا هي بتلزق شوية، فهرش عليها رشة دقيق كمان اهو. شايفين؟ ضفت كمان اهو كده رشة من الدقيق خفيفة، وبعدين هكمل فرد بالنشابة تقريبا يعني 2 سنتي كده، مش هتبقى رفيعة جدا. تمام. هنجيب بقى اي حاجة هنشكلها بيها. طبعا انا جبت كوباية عادية جدا، هبدأ بقى اقطع بيها العجين بتاعي او اشكله بالطريقة دي اهو زي ما انتم شايفين. وطبعا ايه اللي هيتبقى من العجينة هلمه بشويش كده، وبعدين هفرده تاني وهشكله تاني لغاية ما اخلص كل الكمية بتاعة العجين طبعا بالطريقة دي. طبعا لو عايزة حجم اكبر من كده هتستخدمي كوباية اكبر من كده او قطاعة اكبر من دي. ده شكلهم اهو بعد ما احنا اختمروا كده بنص ساعة. هتدخلهم بقى درجة حرارة 180 على رف اوسط، وبعد ما يخرجوا هوريهولكوا. ده شكله شايفين طري ازاي وفلافي كده وحلو جدا. هنجيب بقى معلقة سمنة او زبدة. تمام. وهندهن كده كل الدونات بتاعتنا اللي طلعت. تمام اهو زي ما انتم شايفين الوش كده والظهر علشان يلزق عليها السكر. انا بدهنها علشان يلزق عليها السكر. هنجيب بقى السكر بتاعنا كده الابيض العادي. تمام. وهنبدأ بقى نقلبها اهو يمين وشمال كده. تمام. وهبدأ بقى اجيب طبق التقديم بتاعي وارص فيه الدونات دي. على فكرة حتى لو اتاكلت كده بتبقى جميلة جدا بالسكر من غير اي حشوات، بتبقى حلوة. تمام. هبدأ بقى اهو كل الكمية هعملها بالطريقة دي. الدوناتاية دي طبعا ما كانش عليها في الظهر كده مدهونة سمنة، دهنتها. تمام. بعدين بقى كده هجيب برضو الباقيين اهو زي ما انتوا كده شايفين. تمام. هرص بقى كده في الطبق كل الكمية بتاعتي. هجيب بقى مربى عندي هخفها حوالي بشوية مية صغيرين، واجيب كيس حلواني او اي كيس تلاجة عندك. تمام. هبدأ بقى كده اعمل فتحات في الدونات بتاعتي بالسكينة او باي حاجة عندك رفيعة، واحشي بالمربى بالشكل ده. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد.